خالص المقادير دي لكيلو دقيق. تمام. هبتدي ان انا اوزن نص كيلو من السمنه اللي هو 500 جرام. لو احنا ما عندناش آه لو احنا ما عندناش، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلى على الحبيب واذكروا الله الا بذكر الله يطمئن القلوب. لو احنا ما عندناش ميزان، هبتدي ان انا اعمله بالكوبايه. هم خدوا معايا 3 كوبايات ومعلقتين او معلقه تقريبا كبار. هنشوف دلوقتي في الفيديو مع بعضين. ادي النص كيلو على الميزان، ادي كده كام؟ ثواني. تمام، جبنا الاسباتور، قعدنا ننزل في السمنه بتاعتنا براحتنا خالص، ما تسيبوش حاجه غاليه. تمام. السمنه اللي عندي دي هي بلدي، ولكن جاموسي على بقري. تمام، عشان تبقى فاهمين يعني. وحطيت معلقه، ظبطت بيها الميزان، يعني هو خد بالظبط 3 كوبايات من مج الشاي العادي ومعلقه كبيره. تمام. هننزل بايه تاني؟ بص بقى، روح الكحك في الزبده والسمنه والزبده والزيت. لازم ولا بد نحط له زيت وزبده. تمام. هحط له 50 جرام من الزبده و50 جرام من الزيت. الزيت والزبده اللي هينقلوا طعمه وريحه ونعومه الكحكه، اسف، في مكان تاني خالص، وهو السر في الزبده والزيت. تمام. حطيت 50 جرام من الزيت و50 جرام من السمنه، 50 جرام من الزبده. طبعا زبده بلدي عشان يبقى ليها طعم حلو. ماشي. ممكن نلعب في السمنه، يعني ممكن سمنه نباتي عادي جدا، انما في الزبده تبقى احسن حاجه فيها واعلى تيست فيها زبده بلدي او نيوزيلاند اللي هي درجه اولى. تمام. هبتدي بقى بعد ما انا وزنت الزيت والزيت والسمنه، خلاص انا كده مش محتاج الميزان. هجيب البوله الحمراء بتاعتي واحط فيها كيلو دقيق. طيب كيلو دقيق ده ايه؟ فاخر متعدد الاستخدامات والاغراض. تمام. لو احنا مش واثقين فيه بتشيل منه معلقه صغيره ونحطها نشا، ويظبط معانا ان شاء الله. تمام. خلينا واخدينها قاعده في حياتنا كده، روح الكحك في السمسم. هم يحبوا بعض قوي. حتى بصوا، كحك بسمسم، سمسم بكحك، معروفين يعني. هنبتدي نحط عليه شويه سمسم حسب الرغبه. تمام. معلقه، اتنين، تلاته براحتكم. بصوا العنب زي ما قلت لكم حطيت كده ايه ربع معلقه صغيره، ان انا عارف، بس انا قلت عشان اوريكم يعني. انا الدقيق بتاعي هنا كويس، ان انا مستخدم نوع من الشركات المعروفه يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكحك اللي على البارد ما بيتحطلوش خميره، بيتحط له بيكنج باودر. تمام. هنحط معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر. تمام. بص بقى، انا ومعلقه من اللبن البودره. واللبن البودره هنا بيعمل معانا ايه؟ بيعمل لون بسرعه، طعم بسرعه، حاجه كده في الواحده. ماشي. علشان نعمل كحك وما عندناش سكر بودرة، ومش متوفر عندنا ان احنا نطحنه او مش راضيين نطحنه، هننزل في نص كوباية المية اللي احنا هنعمل بيها العجينة، هنحط فيها معلقتين من السكر وذرة ملح. تمام. ونقلبهم كويس جدا في قلب المية، اللي انتوا لو لاحظتوا هتلاقوها جنبيها جنب البيكنج باودر. تمام. هنزل بنص كيلو السمنة وال100 جرام زيت على زبدة. يبقى احنا كده المادة الدهنية اللي احنا استخدمناها كلها 600 جرام، عشان بس ما تلخبطوش معايا. وهبتدي ان انا الاول اغلف السمنه، وبعد كده بقى نبدا نبص لما يقولوا يا عيني. كل ما تبصوه يدوكوا طراوه. ما شاء الله، الكحك يحب البس قوي. بصوا ما تزعلوش. ماشي. صلوا على النبي، الناس ما صلاش على النبي. واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكروا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. هبتدي بقى ان انا بس بقى براحتي خالص، براحتنا. لسه لغايه قد ايه؟ لغاية ما الاقي القوام عندي اتظبط. يعني ايه؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ هنشوفه دلوقتي هيبقى عامل ازاي.
بتختلف وملمسها بيختلف وطعمها وشكلها وريحتها بتختلف. هننزل عليها بنص كوباية مية. المفروض ننزل عليها مرة واحدة، فخايف لحسن تطلع المية زيادة شوية فتحطها شوية شوية. تمام. ولكن هي خدت معايا نص كوباية، ولا زادت ولا قلت. تمام. هبتدي ان انا اعمل مش هنعجن الكحكة، ما بيتعجنش، احنا بنلم بس كده، لم بس كده. ماشي. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوية كحك ناعمين ودايبين هتشوفوهم في اخر الفيديو، يستاهلوا بقكم بجد. حاجة كده الله اكبر. هبتدي بقى ان انا ما بعجنش زي ما قلت لكم، انا بس بلم العجينة بالمية. هبتدي بقى ان انا زي ما قلت لكم احنا ما بنعجنش، احنا بنلم بس. تمام. بعد كده هبتدي ان انا اخد حته صغيره من العجينه واشوف ايه الدنيا، ايه الظروف. ما شاء الله اللهم بارك، لقيت فيها كده ايه كم شق. جربت كده ان انا اخدمها شويه واشوف، لقيتها اتخدمت وبقت زي الفل، فرحت مديها كمان عجنه بسيطه خالص وهكمل وهشتغل على كده. يعني ما كانتش محتاجه تاني ميه بعد نص كوبايه. تمام. فهو نص كوبايه كان عليها مظبوط قوي. الكحك اللي على البارد ما بيتسابش يرتاح اكتر من 3 4 5 دقايق بالكتير. تمام. كده احنا العجينه بتاعتنا خلصت. هبتدي ان انا اريحها بس عبال ما اجيب الصاج وبتاع واظبط الفرن واظبط مكاني واظبط المناقيش بتاعتي، وهاجي هتلاقيها سخنت وبقت زي الفل. تمام تمام. بص بقى، انا هنا جبت صينيه تستحب تكون المونيا، ان الالمونيا ليه طعم وريحه حلو قوي. ماشي. هنا بقى العجوه 5 جرام 6 جرام. تمام. الملبن 5 جرام 6 جرام. تمام. الاول انا عملت اللهم بارك الكحكايه على كام جرام، على 30 جرام المحشية 25 حق الكحكاية، و5 أو 6 حق البتاعة دي اللي هي اسمها ايه، حق العجوة أو الحشوة. تمام. مفيش حشوة يبقى هي هتبقى 25 جميلة وصغيرة ورقيقة وزي الفل. هنا بقولكم ان هي مفيهاش غير شق واحد بس اللي هو ظاهر اللي عند كف ايديا كده. هبتدي ان انا افردها نص فردة واحط فيها قطعة العجوة او قطعة الملبن او قطعة الحشوة، وابتدي ان انا اقلبها تقليبة واحطها في الصاج. تمام. طبعا انا بصراحة ما بحبش المنقاش اللي هو بتاع اللي هو المنقاش ده. انا بحب البصامة هي قلبي بصراحة يعني. زي ما قلت لكم انا هاخدها 25 و5 او 6 العجوة او الملبن او الحشوة بتاعتنا. انا كنت عايز احشي عجمية ولكن ما توفرش وقت بصراحة يا جدعان. فتمام. اهم حاجه ما ننساش نصلي على النبي، عشان صلاه النبي المكسب الحقيقي. ماشي. صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الحق سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. بصوا بس، اهم حاجه يبقى شكل الكحكايه كده يبقى مدور وجميل عشان يبقى شكله حلو. تمام. هبتدي اعمل الكميه كلها كده وارجع لكم ان شاء الله.
هنعمل بقى كمية الكحك زي ما انتوا شايفين بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ايه سادة. اول صاج ده كده لازم في اي حاجة، ده كان اول صاج لازم في اول حاجة في اي حاجة. نعمل اول صاج مثلا صف بالعجوة وصف بالملبن، صف مثلا سادة عشان نبقى عارفين، وصف كده ايه كام واحدة كبار كام واحدة صغيرين عشان نبقى واخدين بالنا العجينة ايه ظروفها. تمام. وما نحطش كتير في اول صاج، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما تبقاش الخسارة كبيرة. تمام. بس ما شاء الله اللهم بارك، من اول واحدة لاخر واحدة الله اكبر الله اكبر كانوا طالعين زي الفل. اخر صاج لسه في الفرن يا جماعة. ماشي. ما شاء الله اللهم بارك، شوية كحك بجد بجد تحفة. ما شاء الله. هبتدي بقى اخلص الكمية كلها زي ما قلت لكم بالشكل والطريقة اللي انتوا شفتوها والتكنيك ده. انا ما عنديش مشكلة خالص اقعد اوزن في الواحدة واحدة، ما عندي انا شخص بارد. انما في ناس مثلا ممكن تقول لك احنا لسه هنوزن، فكل واحد بقى ايه على حسب ما هو عايز. انا مش بجبرك على حاجة، انت حر، ومادام مش هتضر حد فبراحتك اوزن ما توزنش. مثلا كوباية معيارية او اي حاجة، وابتدي ان انت عاير بيها الواحدة وكده، اشتغل زي ما انت عايز. تمام. الكحك من اسهل الحاجات يا جماعة، احنا لسه بنقول يا هادي كده، يعني لسه بنقول يا هادي في المخبوزات في النواعم بتاعة العيد. تمام. ده كده الصاج. هبتدي بقى ابصمه مرة واحدة، وهنا ادي الخطوة الجميلة قوي. لما بنسيب الكحكاية ترتاح دقيقة وبعد كده نرجع نبصمها، الشكل بيفضل عليها بعد السوا وبعد الاكل. ماشي. هنا بقى دخلتها الفرن وهعمل الكحك السخن. تمام. نزلت بايه؟ نزلت بسمسم، نزلت بواحدة فانيليا، نزلت بريحة الكحك، ريحة الكحك اختياري، نزلت باللبن البودرة، نزلت بايه تاني؟ منزلتش بحاجة تاني. تمام. على جنب جبت شوية مية، نص كوباية مية، و 10 جرام خميرة اللي هما، اللهم صل على النبي، اللي هما معلقة كبيرة. تمام. وقلبتهم مع السكر وحطيتهم على جنب. السكر قد ايه؟ السكر معلقتين. تمام. هي نفس كوباية معلقة اللبن اللي هتدي الريحة والطعم والتسيحة والنظافة، ريحة توفير. وهنزل برضو بنفس المقدار بتاع دي، نفس المقدار بتاع دي. يعني انا هنا نزلت ب 500 ب 600 جرام، هنزل برضو ب 600 جرام. تمام. هحط برضو عمو بتاع الكلب جاب الكلب تاني للأسف. نفس الموضوع برضو، هجيب ال50 جرام وال50 جرام بتوع الزيت والزبدة. ده أساس يا جماعة في مخبوزات في نواعم العيد كلها إن شاء الله بإذن الله أغلبيتها يعني. تقريبا مفيش غير الغريبة بس اللي مش هنعمل لها الميكس ده. تمام. لو ما عملتوش في أي نوع تاني يبقى ما كانش عندي زبدة. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وسلم تسليما كثيرا. هبتدي بقى ان انا اعمل الكحك بتاعي بالطريقه هبتدي بقى ايه في الوقت ده. السمنه كانت بتغلي. تمام. ودي بقى خطوه حلوه جدا. ايه ده؟ في ايه؟ طيب. طيب شكل الفيديو اتاكل عامه. احنا بسينا، حطينا سمنه بتغلي ورحنا بسين كويس جدا، وحطينا وحطينا ميه بالخميره، وسبتها 10 دقايق. بعد كده بدأت ان انا اشكل فيها. تمام. وشايفين ما شاء الله اللهم بارك، شويه كحك كانوا بجد 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 زي العسل. الف هنا وشفا. اللي كان اللي في الصينيه اللي لونها ازرق ده اللي هو كان البارد، واللي كان في الصينيه اللي هي الاستانلس ده اللي كان السخن. بجد شويه كحك زي العسل. اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى ينال رضاكم. انا محبتش اطول عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.